السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض محافظة المنوفية صفحة 275 و 276 من كتاب كونكت جيم الأضواء إنجليزي الصف الخامس. يا ريت يا بطل ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. نقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك listen and circle the correct answer from A B C or D. عمر has got، هتقول له two brother. عمر عنده 2 اخوات. عمر and his brother، عمر ووالده go to school on foot، بيروحوا للمدرسة على الأقدام، بيذهبوا المدرسة على الأقدام. they go to the park، هما بيروحوا للحديقة on Friday، يوم الجمعة. they play، هما بيلعبوا فوتبول، كرة القدم at the park، في الحديقة. my school برضو في اللي تشوز هنا بيقول لك my school uniform، الزي المدرسي بتاعنا is a blue، بيكون ازرق، skirt blue يعني جيبه زرقاء، and yellow تيشيرت، وتيشيرت اصفر. ايكوتوريزم، السياحه البيئيه. helps to protect، السياحه البيئيه بتحمي. the wild life، الحياه البريه. the nightmare اللي هو الكابوس is a very bad dream، بيكون حلم سيء. افيت اللي هو الدكتور البيطري. هيلب السيك انيمال، بيساعد الحيوانات المرضى او المريضه. read and complete the text with the words in the box، بيقول لك اقرا النص وكمل بالكلمات الموضوعه في البوكس. هنا عندك amazing مدهش، وجايد اللي هو مرشد، وعندك لايك يحب تورست السياح. طيب بيقول لك هنا تورست اللي هم السياح. many people in Egypt work in tourism، العديد من الناس في مصر بيشتغلوا في السياحه او بيعملوا في السياحه. التور جايد اللي هو المرشد السياحي. shows the tourists، بيوضح للسياح. the country he need to know the places، الاماكن اللي هم بيحبوا ان هم يعرفوها. طيب بيقول لك the tourists ان السياح want to visit Egypt، السياح اللي بيزوروا مصر in amazing places، في الأماكن المدهشة for tourists للسياح. I would like، أنا بحب إن أنا to be، إن أنا أصبح tour guide، مرشد سياحي in the future، في المستقبل. حلينا 275، ننتقل ل 276 يا حبايبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. في اللي تشوز بيقول لك البيبول هاف، الناس بي 3 meals، الناس بتاكل 3 وجبات every day، كل يوم. بيقول لك هنا the underlined، الكلمة اللي تحتها خط كلمة زي refer to بتشير لي الناس people. طيب بيقول لك هنا answer the following question what should people eat، ماذا يجب أو ماذا الناس تأكل. هتقول له they should eat a lot of fruits and vegetables، بيأكلوا، يجب عليهم إن هم يأكلوا العديد من الفواكه والخضروات. they should eat a lot of fruits and vegetables، ممكن تكتب fruits and vegetables على طول. summarize the text، الفكرة العامة للنص in one sentence، في جملة واحدة. هتقول له to keep healthy، عشان تبقى صحي. you should eat healthy food، يجب ان انت تأكل الطعام الصحي. في الترتيب علشان تكون كلمات من كلمات تكون جمل، هتقول we mustn't eat، احنا لا يجب ان نأكل. هتقول ايه in the classroom، في غرفة الدرس. طيب هنا بيقول لك the gardens اللي هو الحديقة. the gardens ايه، هتقول the gardens are full of، كان مليء ب flowers، بالازهار. الحديقة كانت مليئة بالازهار او الورود. طب read and write، بيقول لك هنا اقرأ واكتب وصحح الكلمات اللي بين الاقواس. she went to the shop، هي ذهبت للمحل to buy a dress، عشان تشتري فستان. what were you doing، ماذا يجب عليك ان تفعل yesterday morning، امس الصباح، انت عملت ايه امس الصباح. طيب هنا بيقول لك does احمد go to school on Monday، هل احمد ذهب للمدرسة يوم الاثنين. اولا does ده سؤال، هتحط الدي هنا كابيتال وتحط question mark. يلا يا بطل في الباراجراف بيقول لك اكتب تكست، نص من 13 words، من 30 كلمة عن water pollution، عن تلوث تلوث المية. طيب هتقول water pollution، تلوث المياه is very harmful، بيكون ضار جدا. water pollution can kill organism، ممكن ان هو يقتل that life، الكائنات that life in water، اللي بتعيش في المياه. should، احنا يجب علينا stop water pollution، ان احنا نوقف تلوث المياه ده. to do that never throw grabs، ان احنا ما نلقيش القمامة in a lake، في البحيرات or beach، او على السواحل. يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. بالتوفيق والنجاح يا رب يا حبايبي، مع السلامة.